المنتجات المصرية أسعارها طلعت فوق أوي كده. أول حاجة هي إن أنت مش مؤهل أساسا إن أنت تكون عالمي من ساعة ما أنت ابتديت. فأنت مثلا لو جالك مليار طلب أو مليون طلب في نفس الوقت أنت مش هتعرف تلبيه، فعشان دي شركات محلية مش عالمية. تاني حاجة أكيد في جشع تجار للأسف بيحصل، ودي مشكلة كبيرة هنا في مصر، حكاية جشع التجار دي عامة. تالت حاجة إن السعر بيتحدد أصلا بناء على العرض والطلب. يعني أنت دلوقتي مثلا أنا معايا 100 إزازة حاجة ساقعة، في 50 واحد بس عايز يشتريها، ساعتها ايه هرخص السعر عشان الطلب عليها يعلى شوية واقدر ابيع. لكن لو لقيت 500 مثلا، لا طب ما هو كده الحاجة هتخلص وانا لسه ما عنديش القدرة ان انا اصنع اكتر وكده. فساعتها علشان ما تخلصش بسرعة ويحصل عندي ازمات وكده، وكمان الطلب عليها عالي، فانا هبيعها بسعر اعلى، فبحيث تخلص بسرعة اقل شوية وابيع بسعر اعلى. بقى تخيل مثلا بقى ال100 ازازة حاجة ساعة ديت بقى مش 500 بس، بقى 5000 واحد عايز يشتريهم مرة واحدة كده مني، ساعتها هغلي أوي كمان. بس أتمنى تكونوا استفدتوا، وسلام.